نفسنا شرفك رب العلا كربلاء والقلب مشتاق إلى وقد بدأ هذا الحدث، بدأ فعلا، فإن هذا الحدث سيتطور تطورا كبيرا وعظيما، وربما أن الذين خططوا لبداية هذا الحدث، الناس الذين قاموا بالشرارة الأولى، لا يخطر في بالهم وفي حسابهم منتهى هذا الحدث. هذا الحدث ضخم جدا، كبير جدا، عظيم جدا، سينتشر إلى جميع أنحاء العالم، سيصل إلى كل سكان الأرض. هذا الحدث أشبهه بغزوة بدر، عندما قام رسول الله عليه وعلى آله الصلاة والسلام والصحابة رضي الله عنهم ليعترضوا قافلة أبو سفيان الذي كان يسوق عير قريش في تجارة، فخرجوا بقيادة رسول الله عليه وعلى آله الصلاة والسلام لاعتراض القافلة، ولكن الله عز وجل أراد أمرا آخر وأراد شيئا آخر سبحانه وتعالى. وكانت معركة وغزوة بدر الكبرى، وكانت فيها الانتصارات، وكانت فيها نصرة الله عز وجل. وما إن كان في خلدهم في أعلى الأمنيات، في أعلى التقادير أنهم سيحررون الأقصى، في أعلى الأمنيات وفي أعلى التقادير، لكن الأمر أقول لحضراتكم الأمر أبعد من ذلك. الأمر أبعد حتى من تحرير الأقصى الذي سيحرر كما وعدنا الله عز وجل في كتابه العزيز، وكما بينت في فيديو وعد الآخرة. الأمر أيها الإخوة يتحدث بأحداث آخر الزمان، يتحدث بقدوم الشخصيات المنتظرة الكبرى، يتحدث هذا الأمر عن ظهور حفيد رسول الله عليه وعلى آله الصلاة والسلام، يتحدث عن نزول عيسى وعودة عيسى عليه السلام، يتحدث عن خروج السامري المسيح الدجال. الأمر عظيم جدا، ما سيحدث على مستوى العالم شيء رهيب، شيء عظيم. الحرب القادمة كما قلت، الحرب القادمة نار حمراء، نار حمراء ستحرق أشياء كثيرة، ستحرق ما بناه الإنسان منذ 300 سنة، ستحرقه ربما في ساعات. وهذه هي البداية، هذه هي الشرارة. أيها الإخوة، أيها الأحبة، إن الله عز وجل إذا أراد أمرا، إذا أراد شيئا، أخذ من أصحاب العقول عقولهم حتى يتم أمره. النبوءات الحقيقية هي عندنا في القرآن الكريم، الأحاديث التي نبأنا بها رسول الله عليه وعلى آله الصلاة والسلام هي الصادقة وهي الواقعة وهي الحقيقية. نور عندما ينطلق، النور يبدد الظلام بسرعة فائقة. إذا أشعلت شمعة في الظلام، شمعة ضعيفة تبدد الظلام. النبوءات عندنا في القرآن
في وعد الآخرة، النبوءات في أحاديث رسول الله عليه وعلى آله الصلاة والسلام، النور المبين الذي عاش فقط 23 سنة 23 سنة عليه وعلى آله الصلاة والسلام، عم نوره في زمانه الجزيرة والآن يعم الأرض.